الحوض من تحت يا جماعه، الحوض اللي من تحت ده مفيش منه اي خوف، ان هو متين جدا جدا. حوض متحمل هنا على الخشب وهنا على الخشب وهنا على الخشب وهنا برضه على تخانه في الخشب، يعني الحوض ده يشيل طن. مرحب بيكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي قدامنا ده الرخام الصناعي اللي هو الخامة الصلبة جدا، اللي لو حاولت تخربشها بالمسمار الصلب ما بيحفرش فيها، يعمل فيها علامة زي القلم الرصاص وتغسل العلامة تروح تاني. ودي بتكون خامة أسعارها مرتفعة. أنا طبعا ما بحبش أقول أسعار في الفيديو لأن الزمن بيتغير، واليومين دول الأسعار بتتغير بسرعة بسبب ارتفاع الدولار، ولكن الشغل اللي قدامنا ده أنا عامل المتر ب5500 والمشال على العميل، لأن الشغل ده في طنطا وأنا من القاهرة، فالمتر واقف معدي 6000، ولكن ممكن بعد شوية الله أعلم يبقى أكتر من كده. فعشان كده ما بحبش أقول أسعار الشغل. في خامات تاني ب2000 وب2500 وب3، بس أنا ما بشتغلش فيها لأن دي خامات بتتخربش من السكاكين وبعد كام شهر تلاقيها عايزة تتشال تاني. دي الخامة اللي أنا شغال فيها دي اللي هي بيقولوا عليها أسباني مصنع في الصين، يعني جودة أسباني ولكن مصنعة من الصين، والمستوردين بتوعها بيجيبوها من الصين. الناس اللي بتستورد الخامات دي بيعملوا عليها تجارب في الصين قبل ما يشتروها وقبل ما يحملوها، بيجيبوا شاي ويجيبوا قهوة ويجيبوا يعني كل حاجة ويعملوا عليها تجارب. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.